هتفرق معاك جدا وانت بتشطب شقتك عشان التكلفه ما تروحش معاك في حته تانية خالص. تركيب السيراميك 60 في 60 غير تركيبه المتر 20 في 60، ده بيضاعف التكلفه جدا، فخلي بالك من النقطه دي. وكذلك لو انت بتروح لبورسلين او ماربل، ساعتها التكلفه بتروح في حته تانية خالص، فالحاجات دي بتفرق كتير جدا. فانت برضو ده بند مهم من الحاجات برضو اللي بتفرق قوي في بضاعه التشطيب، على حسب نوع المفاتيح ونوع البرايز اللي انت هتجيبها. يعني انت لو هتجيب فينوس غير لو هتجيب ساس نوفو غير لو هتجيب كوين. حلو. كلهم بيدوك نفس النتيجه، ولكن السعر بتاعهم انت وليكن ممكن تلاقي السعر مضروب في 100% فيهم او اكتر كمان. فدي من الحاجات اللي بتفرق. بضاعه تشطيب السباكه عندك تنوع كبير، انت ممكن تجيب الخلاط ب 2000 جنيه، ممكن تجيبه ب 40000 جنيه، ممكن تجيبه ب 60000، على حسب انت برضو بتروح لفين. فبالتالي ما ينفعش ان انا بقى بروح اقول الشقه دي كلفت كام غير لما ابقى شايف التفاصيل بتاعتها. احنا عايزين نجيب ده انهي كواليتي، بانهي من انهي موزع، من انهي شركه، هنركبه بانهي طريقه، هنستلم بانهي فينش. لان دي من الحاجات اللي 100% بتفرق في كل التفاصيل. بتفرق قوي في ان انت والله السعر بتاعي راح فين. فالشقه ممكن تكلف 300000 وممكن تكلف 3 مليون، نفس الشقه بنفس المساحات بنفس كل حاجه ونفس الشكل. فالشكل مش مقياس، لان في الاول وفي الاخر احنا من بره الظاهر واحد ولكن اللي من جوه مش واحد. فخلي بالك.